ما تحاولوش تقدموا تبريرات لأي حد. يعني ايه ما نحاولش نقدم تبرير لأي حد؟ يعني انت مش مطالب انك تبرر موقفك لأي مخلوق في الدنيا. اصل انت عندك نوعين من البشر. نوع داخل حياتك فضول، هو بس عايز يعرف عنك، انت مش فارق معاه، شخصك كله مش فارق معاه، لكن هو يفرق معاه ان هو يبقى عنده فضول وحب استطلاع على حياتك، لا اكتر ولا اقل. النوع التاني بقى هو نوع بيبقى غيران منك وشايفك حاجة كبيرة، فنفسه ان هو يشوفك في مشكلة، في ورطة، في اي حاجة، لان هو نفسه يصدق عليك اي كلام ممكن يكون بيتقال. فالنوع اللي زي ده والنوع الاولاني ما اعتقدش ان هما كانواع مهمة في حياتكم، كنوع بشر مهم في حياتك، لا ما اعتقدش. فالاستغناء عنه افضل. فانت بتبرر لمين؟ بتبرر لناس انت مش فارق معاها، وكل اللي يفرق معاهم انك انت تبقى حكاية بتكلموا فيها. الشخص اللي عارفك، اللي بيحبك، مش مستني منك تبرير، مش مستني منك توضيح، لانه فاهمك، لان اللي بيحبك ده هو جوه حياتك اصلا، عاش اللحظات الصعبة اللي انت مريت بيها، شاف القلق والخوف والتوتر، اللحظات الصعبة اللي انت مريت بيها دي انت مش محتاج انك انت تبررها لحد، هو عاشها معاك اصلا، ففاهم كل المراحل الصعبة اللي انت بتمر بيها، مش مستني منك كلمة انك انت توضحها له او تقوله انا عملت كده عشان خاطر كده، او انا اتحطيت في الموقف ده علشان خاطر حصل معايا كذا. هو مش مستني منك كل الكلام ده، هو فاهمك، فاهم تقلباتك، فاهم تغييرك، فاهم قلقك، فاهم خوفك. فالشخص الحقيقي اللي بيحبك، اللي موجود، هو اصلا جوه حياتك، هو جوه تفاصيلك، مش عايز منك تبرير، هو بيحبك من غير سبب، هو مش مستني انك انت توضح نفسك قدامه. فهي دي الناس اللي انت تحافظ عليها جوه حياتك، لان انت مش مطالب ان انت لما تتحط في موقف وحش انك تبرر لكل الناس اللي مرت عليك في حياتك. اللي عايز يصدقك زي ما انت هيصدقك، اللي بيحبك لشخصك هيصدقك، غير كده كلام فاضي. لان في ناس كتير قوي بتبقى جوه حياتنا واحنا بنبقى فاكرين ان هم بيحبونا وان هم شيء مهم في حياتنا، دي اول ناس اول ما انت ما هتقع هيبقوا مستنيين اللحظة اللي يصدقوا فيك اي كلمة غلط بتتقال عليك. ففلتر العلاقات اللي جوه حياتك، فلتر الناس المزيفة اللي جوه حياتك، اعرف مين بيحبك بجد ومين عامل نفسه بيحبك، اعرف مين معاك في الصعب وفي الحلو، مش بس في الحلو. هي دي الناس بس اللي انت محتاج تحافظ عليها، وتأكد انك انت مش محتاج تبرر نفسك لأي حد. اللي عارفك هيحبك زي ما انت، محدش محتاج منك تبرير لحاجة. حافظ على الحلو اللي جواك، متخليش حد يأثر عليك ويقلل منك لمجرد ان شوية كلام هيتقال عليك هيخلي صورتك قدام الناس مش حلوة. قدام مين؟ مين دول اصلا اللي انت هتبقى عامل لهم اعتبار؟ دي الناس بتتكلم مع بعض وعلى بعض، ده بيبقوا اعداء في قلب الجروب وفي قلب شله، ما بيبقوش طايقين ان هما يبصوا في وش بعض او حتى يسلموا على بعض، وتلاقيهم بعد فتره بخلاف صغير منك معاهم بقوا هما صحاب وبيتكلموا عليك. ناس ما عندهاش مبدأ. فخلي عندك حكمة وعقل، تهتم بمين انك توضح له، او حتى انك تخليه في حياتك لانك مش محتاج فعلا توضح، ومين تطلعه بره حياتك. مش كل الناس تستاهل الحلو اللي جواك، ولا كل الناس تستاهل حقيقتك. فاقفل على نفسك وخليك دايما عالي في نظر نفسك، ثقتك تاخدها من نفسك، خلي اللي يتكلم يتكلم، كل واحد بيتكلم هو بيطلع اللي جواه، كل اناء بما فيه ينضح. بس هي دي الخلاصة، ولا انتوا رأيكم ايه؟